السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير كده وفي صحة وسعادة وراحة بال. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يكبر خاطركم جميعا ويبارك فيكم ويبارك في أعماركم ويحرق قلب على ضناها أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا ينصر أخواتنا في غزة وفلسطين وكل بلدان العرب. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يحمي مصر ويحمي بلادنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. ويحمي جميع الدول ويحمي أمة محمد. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يصبر كل افتقدت ابنها في حادث اتوبيس اللي هو جامعة الجلالة. ربنا يرحمهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ويصبر قلوب امهاتهم. شباب زي العسل، شباب زي الورد، شباب حلوة جدا بسم الله ما شاء الله عليهم. ربنا يصبر اهاليهم يا رب. ربنا يرحمهم ويحتسبهم مع الشهداء والصالحين. طبعا هم كده يا حبايبي يعني من طلب العلم. طبعا كده يا حبايبي هم كانوا طالعين اصلا يعني رايحين الكليات بتاعتهم كلهم في كليات طب. بسم الله ما شاء الله. عقبال ما نشوف اولادنا كده يا رب في كليات كده طب. اللهم امين يا رب العالمين. فربنا مش اراد لهم يكملوا يعني اتقطفوا بدري بدري. فربنا يصبر اهاليهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا لي لايك ودعوه حلوه من قلوبكم. ويصبر اهاليهم ويصبرنا على كل عزيز وغالي افتقدناه. وربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. ما تنسوش تحطوا لي لايك ودعوه حلوه من قلوبكم. ولسه مشتركش يشترك في قناه يوميات ميسة واولادها وتنوروني كده وتشرفوني. وانا بغيب عنكم طبعا. انا هتكلم معاكم النهارده في الفيديو طبعا. هعمل معاكم غدا كده سريع وهنتكلم كده كلمتين بخصوص القناه وبخصوص ان انا ما بنزلش على طول. فطبعا انا معاكم اهو مكمله باذن الله. طبعا يا حبايبي يعني بصوا الاكل الطبيعي بتاعنا. انا كان نفسي بصراحه اهي يا سوف اهي. كان نفسي بصراحه اعملها مشويه. خد اهي. خد اهي. كان نفسي اعملها مشويه بس طبعا ابو السيوف لازم اعمل له الحاجه بشوربه عشان اكله شوربه. والله بجد انا نفسي اعملها مشويه. نفسي اعملها ناشفه كده تبقى طعمها زي العسل. خلاص يا سوف. عايز الطرحه؟ خد. خد واحده. ماشي. فانا حطيت معلقه سمنه بلدي كده وقلت اما اشوحها. كنت لسه جايباها اصلا من عند بتاعه الفراخ. وعملت جنبها فاصوليا يا حبايبي ورز بشعريه وكده يعني. فالمهم انا بخصوص القناه هرجع لكم تاني على موضوعنا بخصوص القناه. انا طبعا بغيب عنكم مش بنزلكم. اللي حابب ان انا انزل له كل يوم فيديو او يوم بعد يوم يعني مش هغيب عنكم كده. اكتبوا لي في الكومنتات وعايزين الساعه كام بالظبط انزل لكم الفيديو. التوقيت كام يعني يعني هتفضلوا تسمعوه امتى؟ الصبح، العصر، المغرب، اللي انتوا عايزينه يعني. فعرفوني كده. وبسات برضك ان شاء الله باذن الله كده هننتظم مع بعض وافتح لكم بس كل يوم ويوم حتى. مش كل يوم. لو قدرت كل يوم هفتح. لو ما قدرتش يبقى يوم ويوم. ونفس الفيديو برضو يوم ويوم او نفس يعني كل يوم. وان شاء الله باذن الله بيكم معاكم مكمله باذن الله. ربنا يرزقني بقى عشان انا والله بصراحه انا يعني كل ما امل بيا الحال او خلاص مليت كده. يعني كانت بنت عمتي واقفه معايا بتقول لي ده التصوير ده بيعوز غلبه يا بلميس. هي بنت عمتي اخت جوزي. فقلت لها هي كانت واقفه معايا يعني. فهي ما اعرفش هتظهر حاجات بسيطه كده. فبتقول لي التصوير يعني غلبه وكده. فقلت لها التصوير غلبه بصراحه يعني والمونتاج وكل حاجه. مش حاجه كده بتيجي بالسهل. فانا بصراحه يعني كل شويه افكر اقفلها. لا مش هقفلها. طب انا تعبت فيها. طب مش عارفه ايه. طب كده يعني. فقولوا لي كده اعمل ايه او انتوا حابين اعمل ايه. اللي انتوا عايزينه انا هعمله لان انتوا اخواتي وعيلتي وكل حاجه ليا. طبعا هتقولي يا ام رهف انت يعني مش بنشوف اهلك مش بنشوف ليكي حد مش بنشوف. طبعا يا حبيبي انا اهلي كلهم ماتوا اصلا يعني مفيش الا اخواتي. كل واحد بقى مشغول في حياته. واللي بيجي لي مره ما بيجيش التانية. اهي دي بنت عمتي اهي كانت واقفه معايا. وانا عمامي ليا عم عايش والله بس ما بيسالش عن حد.
وليا خال عايش برضك ما بيسألش عن حد، لا العم سند ولا الخال سند، مفيش غير امك وابوك هما اللي سندك. فربنا يرحم، ما تنسوش تدعوا لابويا وامي بالله عليكم وامواتنا اجمعين، ربنا يرحمهم ويجعلهم في الفردوس الاعلى. طبعا احنا اتحرمنا منهم بدري 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 يعني، بدري دي كلمة بدري دي كتير قوي يعني. وانا بالذات يعني من كنت الصغيرة اتحرمت من امي بدري من زمان وانا محرومة منها. فربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم في الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين، ونلتقي كلنا في الفردوس الاعلى مع بعض كده، اللهم امين يا رب العالمين. فبصوا حتى يعني الاخوات مفيش حد بيسأل عن حد، كل واحد في حياته. سندك ربنا وبس، هو سندي ربنا وبس، مش عايزة حاجة من الدنيا غير ربنا ان هو يكون معايا، يكون في طريقي، بس كده مش اكتر. فالدنيا مشاغل يا حبايبي، والكل مشغول في حياته في اولاده في حاله. حتى السؤال في التليفون كمان يعني ما بقاش موجود يعني. فربنا يحنم الكل. ما هي الزمن ده اللي الرسول قال عليه يعني، مش هنعرف بعد إلا لما حد يموت او يبقى في فرح او كده يعني، هنروح لبعض كده. بالنسبة له يعني، انا ليا عمة في الشرقية في بلد جنبينا، والله العظيم هي توفت. نفسي وامنية حياتي كده افضي يوم كده واروح ازور ولادها، انا اروح ازور ولادها يعني، ماليش دعوة هم ييجوا ما يجوش، لان هما كانوا دايما باستمرار عندنا. لما والدي توفى طبعا العلاقة والود قطع. طبعا متنسوش تحطوا لي لايك عشان منى بتقول لكم حطوا لايك، منى دي بنت عمتي. طبعا كنت بعمل عصير كمان يعني، عصير كان عندي حبتين جوافة على 2 كوكا كده، على شوية لبن، على كوكتيل كده يا حبيبي، على 70 موز وبصوا ولبن، وحتى لبن، عصير زي العسل، كان طعمه تحفة. انا بحب احط كل الحاجات اللي هي ايه فيها يعني حاجات كده كالسيوم للولاد، فيتامينات وكالسيوم كده للولاد وحديد. والتفاح كمان بقى والله ببقى اعمله كمان، كل حاجة يعني. العصير كان طعمه تحفة، جربي كده وانت هتلاقيه زي العسل. يعني 70 موز عندك، فايضين، حبيتين كوكا، حبيتين جوافة، تفاحة، وشوية كوباية لبن، وكملي مية، كان زي العسل. دي مين رهف؟ دي رسمات رهف اللي عاملاها، فبتوريكوا الرسمات اللي هي عاملاها. بس يا سوف دي منى الهبل. هم عايزين يوروكوا اي حاجة وخلاص، شكل كده. فالمهم يا حبايبي بقى ايه يعني، خلاص ولعت على الطبيخ ووقفت بقى كده على الايه على الحوض كده اغسل بقيه المواعين وكده، الاكل معايا خلص. وكمان عملت كيس مكرونه حمراء وحطيت للولاد ياكلوا، كنت حمرت كمان وحطيت للولاد ياكلوا. وايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حطيت لهم العصير وهم هياكلوا. وبعد كده بقى ايه كنت غاسله شويه هدوم ونشرتهم، وهطلع كمان المهم من على السطح، وكده هيبقى يومي خلص معاكم. انا لو يا رب دايما اكون خفيفه على قلوبكم، يا رب افيدكم لو بمعلومه بسيطه، ما تنسوش تحطوا لي لايك ودعوه حلوه من قلوبكم. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. واكتبوا لي في التعليقات انت عايزين انزل لكم الفيديوهات امتى، وانا يعني وانتظم معاكم البثات، وان شاء الله باذن الله بيكم معاكم مكمله يا احلى عيله واحلى اخوات في الدنيا. كنت سندي وعيلتي والله العظيم بعد ربنا. ربنا يكون نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكبر خاطركم جبرا يتعجب لها اهل السماوات والارض، ليا وليكم بالمثل يا حبايب قلبي. حطوا لي لايك كده ودعوه حلوه لكم. طبعا الهوا كان بيودينا بيمرجحنا. طبعا انا بنشر فوق كده ليا مرهف، ما عنديش حبال في البلكونه يا حبايبي، انا البلكونه بتاعتي مش فيها حبال بصراحه، ولا مش فيها حبال، وفي نفس الوقت ممكن اعمل فيها كل حاجه، بس مش بيجي فيها شمس، وانا مش مقتنعه بالنشير تحت خالص من غير شمس. هو ده المانع ان انا انشر تحت بس مش اكتر. فانا بحب بقى الهشوط الهوا، يعني ممكن ساعتين بس، ساعتين زمن فوق على السطح كده، الهوا والشمس ينشف في الهدوم. احبكم في الله، مش تحطوا لي لايك ودعوه حلوه من قلوبكم، ولسه ما اشتركش يشترك في قناه يومية ميسة واولادها. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.